انت بتتكلم على تجار الشاب، وايه علاقه محمد جبران؟ ايوه ليه علاقه. سؤال مهم جدا. في 13 فرد او 15 فرد تم تصفيتهم كان بسببك. عندك علم بالقصه دي ولا ما عندكش علم؟ طبعا عنده، ده ملفي. هذا البرنامج برعاية في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. يعني انت كده هتحبسنا ليه؟ مش هحبس. انا بفصل ما بين، انا جاي النهارده زي ما قلت لك انا صريح معاك. اسمعني بس. انا بفصل دايما ما بين لما بيبقى حد مش قادر القانون يمنعني من اني اذكره صراحه، فبديله توصيف عشان خاطر فهو بياخد منع للتشهير والكلام ده، ياخد توصيفه بالسلامه. وتقريبا معظم النواب انا مديهم توصيفات يعني في المعالجه الصحفيه. خش في مجال السياسه شويه. ايه رايك في دور النواب حاليا؟ هو ما فيش دور للنواب في مصر كلها، مش بس مش في جنة يعني. هو مين له دور يعني هو ايه دور النائب اولا؟ انه يتبنى قضايا مجتمعه، وانه يشرع ويراقب. جميل. تمام. مين فيهم بيتبنى قضايا مجتمعه، ومين بيشرع، ومين بيراقب؟ لا انا اقول لك مين بيراقب. انا اقول لك مين بيراقب او بيحاول يراقب. بيحاول يبقى مراقب. حماد الجبلاوي بيحاول يبقى مراقب، يعني بيحاول يقوم بدوره كمراقب يعني، لأنه هو بس. طب ايه رايك نخرج كده من الموضوع ده ونوصف كل نائب مثلا من وجهة نظرك حتى لو بكلمة؟ هيزعلوا كلهم. لا بالعكس، هم الناس بيحبوك جدا. لا يزعلوا. بس انا ما عنديش مشكله، اللي عايز يزعل يزعل، يعني ما عنديش مشكله. اي حد ربنا ما يجيب زعل. على فكره انا ما عنديش مشكله مين يزعل ولا مين، يعني انا بقول قناعاتي، بس ان شاء الله ما فيش زعل. ماشي. وصعب نمسك اول واحد نائب عبد الفتاح تنقل. حبيبي يا عبد الفتاح. النائب اشرف رشاد. النائب اشرف رشاد درويش. ارهقته السياسه وارهقها. النائب محمد الجبلاوي الوحيد يمكن في جنة اللي فاهم يعني طبعا باستثناء المهندس اشرف رشاد، الوحيد يمكن في جنة اللي هو فاهم يعني برلمان. النائب مصطفى محمود. ما شفتوش في البرلمان خالص. النائبة سحر صدقي. النائبة سحر صدقي كفاية دورتين. النائبة رحاب الغول. كفاية دورتين. جنديل. والله جنديل ده إنسان جميل فعلا. بس ويعني مفيش حد ممكن يتعامل معاه غير لما يحبه. وعلى فكرة إنسان ديمقراطي يعني أنا في ناس من النواب لما جيت ناحيتهم تهز، هو ما تهزش. لا بالعكس، وكان مؤدب في ردوده. نائب مبارك الجبلاوي. نائب مبارك الجبلاوي رجل طيب. عندنا برضو النائب طارق رسلان، بيلعب سياسة حلو. النائب احمد عبد المجيد. والله انت يا كويس برضو، يعني الدكتور احمد عبد المجيد فاهم يعني برلمان، برضو فاهم جدا يعني. يمكن بيذاكر، حد من بيذاكروا برلمان وفاهم كويس برلمان. على فكرة هو مش رجل الشارع، لكن هو فاهم كويس جدا يعني. بص، اللي فاهمين برلمان عندنا في جنة، عشان نتكلم بصراحة شديدة جدا، اللي فاهمين يعني ايه عمل برلماني، المهندس اشرف رشاد، محمد عبد المجيد الاحمر، حماد الجبلاوي، فاهمين يعني ايه. طب ايه رايك في اسامه الهواري؟ النائب اسامه الهواري. ما شفتوش برضو في البرلمان. النائب محمد طايع. زي العمده مبارك راجل طيب. طب النائب خالد خلف الله. لا ده غول العمل الاجتماعي، ده غول وحش العمل الاجتماعي. وحش فعلا. النائب عبد الفتاح شحات. انت عارف على كده الوحيد المضمون نجاحه في كل نواب جنة بالكامل
الفتره القادمه يعني كل 2025. النواب جينا بالكامل، الوحيد اللي تقبض على ايدك كده بتعرف ان هو ناجح من دلوقتي هو اللي هو خالد خلف الله. رامي ارضيه حلو ومحب للناس. لا، راجل بيبذل مجهود عنيف في الدور الاجتماعي قوي جدا. النائب عبد الفتاح شحات برضه راجل مهذب وراجل منظم جدا في دوره الاجتماعي، برضه منظم جدا. لكن في العمل الرقابي يعني ما شفتش انا عندنا نواب بيمارسوا دورهم الرقابي. والنائب اشرف ابو الفضل. بص، انا اتفاجئت بنجاح اشرف ابو الفضل. اتفاجئت بنجاحه، لكن اعتقد فرصه صعبه في الفتره اللي جايه. مش سهله يعني. رايك كيف النائب معتز برضه؟ رأيي فيه اجتماعيا لا، عندهم دور اجتماعي قوي جدا في محيطهم، وده هم اللي بيجيبهم بسهولة يعني. لكن برضه رقابيا وبرلمانيا لا، مش موجودين. في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. النائب هشام الشاهيني. النائب هشام الشاهيني لعيب سياسة برضه يعني، لعيب سياسة. النائب حمدي سعد. النائب حمدي سعد لو ما جاش من خلال الحصة اللي بيجي بيها كنائب مصريين بالخارج ما يقدرش ينجح تاني. عندنا مين؟ عندنا سحر صدقي. سحر حاضرة كويس ماشي. احنا لو قعدنا نمسك يعني هي سحر نائبة جيدة برضه يعني. هي على فكرة نائبة شاطرة جدا، بس أنا ما بحبهاش. حبيتهاش. 7 نواب شيوخ المعروفين فيهم للأمانة، اتفقت أو اختلفت معهم في نواب الشيوخ المعروفين. عندنا أحمد عبد المجيد الأحمر. تمام المعروفين، وتختلف او تتفق برضه معاه موجود في المشهد اسامه الهواري. فتح دنجل. يعني عندك فتح دنجل واسامه الهواري واحمد عبد المجيد الاحمر. تمام. شوف ادي دول 3. تمام. في نائب في القايمه، خلينا نتكلم في القايمه. القايمه عندك طارق رسلان. تمام. وعندك احمد عبد المجيد الاحمر. تمام. وعندك اسامه الهواري. ما كده 4 دول قايمه 3. ماشي. انا عايز ال6 لا او ال7 اللي انت نرجع بقى للفردي. عندك عبد الفتاح دنجل صعب. ده ايه رايك في النائب محمد كمال؟ حصل على دعم كويس جدا عشان يبقى نائب. هو مؤدب، لكن لو شلت منه الدعم ما يقدرش يوصل للبرلمان. ايه رايك في النائب خالد؟ يعني انا رايي انه يشتغل بزنس مان احسن من يشتغل نائب برلمان. هنختم المجال السياسي. عايز اسال بس حاجه واحده بس، مين شايفه على الساحه حاليا ان شاء الله في 2025 يكون من الناس الاوائل غير النائب خالد خلف الله؟ مين النائب اللي شايفه؟ النواب الحاليين؟ الحاليين سواء كان الشعب او الشعب. ربنا يستر معاهم. ربنا معاهم. النواب الحاليين بالكامل ربنا يستر معاهم بالكامل. جميل خالص. بس خلينا اسالك سؤال مهم جدا وناس كتير زعلانه منك وبالاخص قريه البراهمه. انت ليه دايما معتمد او يعني حابب تشوه صوره الوزير البراهمه؟ لا، خلينا اشوه صوره البراهمه زي ما بيقولوا. انا مش عايز ليه انت مصر تشوه صوره البراهمه؟ ليه يعني؟ ده كلام كويس. انا ليه في البراهمه اكتر من اللي بيتكلموا عن البراهمه. حلو. يعني انا مرات اخويا من البراهمه. حلو. يعني احنا بنفرح عبدو بيه لما بنشوف حد مثلا في جنة مهندس ناجح او كذا، ما بالك وزير. انا دارس في البراهمه. تمام. يعني انا الاعداديه بتاعتي واخدها في البراهمه. حلو. اصحابي في البراهمه، انا متربي في البراهمه اصلا. طب انت ليه متعمد دايما تشوه صوره الوزير محمد جبران؟ دايما في علاقاتك محمد جبران انا انتقدته في واقعتين محمد جبران. تمام. يعني انت لو معاك مشكله في البراهمه مثلا في قضيه مهما كان، سواء القضايا منتشره سواء كان الشاب سواء كان مخدرات، ليه مصر انت تقول وزير او كذا؟ خليك معايا لحظه. البراهمه تخصني اكتر من كلمه الكلاهين تخصني. حلو. لان البراهمه صاحبه فضل علي. ولانه صداقاتي في البراهمه كتير. انا صداقاتي في البراهمه اكتر من صداقاتي في الكلاهين. هي مسقط راسي يعني. اللي اتكلمت فين في البراهمه؟ انا اتكلمت في قضايا الشابو. حصل. ودي زي ما اتكلمت في الكلاحين، زي ما اتكلمت في انا الشابو ما عنديش فيه استثناءات. برضو دخل يعني الوزير. ما انا هشرح لك بس بالراحه عليه. استنى اديني فرصه شويه. يعني قضايا الشابو ما عنديش فيها استثناءات على الاطلاق. لو في قلب العيله عندي في حد عنده وحصل ونشرت اسماء من داخل الكلاحين، ويعني يمكن تسببت في القبض عليهم كمان، ما عنديش مشكله في ده. فلما ناقشت في البراهمه ناقشت قضايا الشابو عادي زي اي مكون تاني، واتصور البراهمه برضو ما خدتش رد فعل وحش فيها. هم زعلوا في واقعتين.
الواقعة الأولى في إنه لما نزل محمد جبران البراهمة، أنا علقت عليها بالنقد على محمد. هذا البرنامج برعاية في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. جبران مش على البراهمة. انت بتحبه طيب؟ لا، هل في موقف حصل بينكم؟ ولا لا بحبه ولا بكرهه. يعني أنا ما شفتوش في حياتي، ما أعرفش أشوفه يعني أنا متابعه من أول ما كان في نقابة البترول وأنا كنت ضد إنه يجي وزير لاعتبارات كتير أنا نشرتها. أما وإنه جاء وزير لما نزل البراهمة كان في مشاكل كتير في البراهمة ولم يتبناها. في واقعة تجار الشابو اللي هي آخر واقعة، في حد بيقول لي أنت بتتكلم على تجار الشابو، إيه علاقة محمد جبران؟ أيوة ليه علاقة. عارف إيه علاقته؟ زي ما أنا بقوم بدور الاجتماعي في مواجهة الظاهرة، هو المفروض يقوم بدور الاجتماعي في مواجهة الظاهرة. ايوه، يعمل ايه؟ يعمل اجتماع. مش نزل البلد؟ نزل البلد. ما بتناقش في ظاهرة الشابو مع البلد؟ هو الشابو بس، هو في حاجات كتير احنا لو جينا نتكلم على البلد، ما عنده في الصحة وعنده التعليم، حاجات كتير جدا ما اتكلمش فيها، هيتكلم في الشابو. هو دي النقطة، ده انا لما ابقى النقطة المهمة اللي بتكلم فيها. ده انا لما ابقى مسؤول في الدولة دور الاجتماعي المفروض يتضاعف. يعني اذا كنت انا كعبده مش مسؤول في الدولة وبقوم بدور الاجتماعي، لو كل واحد يا رجل، انا عندي نواب بيخافوا يتكلموا في موضوع الشابو عشان الاصوات، عشان ما يخسروش اصوات، عشان ما يخسروش الناس اللي هم بيجيبوا لهم، عشان ما يخسروش اصوات. يبقى ده ينفع نائب ازاي؟ يعني عضو المجلس النواب اللي ما بيقومش بدوره في مواجهة ظاهرة الشابو، واللي ما بيقبضش، ما يدفعش الدولة انها تقبض على انه المدمنين الشابو وتجار الشابو، يعتبر ما ينفعش اصلا يجي البرلمان تاني. جميل. يعني اهم ظاهرة، اهم ازمة عندي بيعانيها المجتمع هي ازمة الشابو. نائب البرلمان اللي ما سعاش وما تحركش في ظاهرة الشابو دي ما ينفعش يجي البرلمان تاني، لانه دي ظاهرة دفع ثمنها ولا زال بيدفع ثمنها كل مكونات المجتمع. قضايا القتل والانتهاكات اللي بتحصل كل يوم والجرف اللي بنشوفه في المجتمع كل يوم كله سببه الشابو. نائب البرلمان اذا ما قامش بدوره في دي ما ينفعش يجي برلمان تاني. وانا رايي وكلمه بوجهها للمجتمع الغنائي، نائب البرلمان اللي ما قامش بدوره في مواجهة ظاهرة الشابو ما تنتخبوش تاني. المجتمع اللي عايز يتخلص من هذه الظاهرة لو جاله نائب بيقول اديني صوتك، يبص له اللي جاي بيقول اديني صوتك ده، لو لقيته وقف معاك في مواجهة ظاهرة الشابو اديله صوتك. لا، ما لقيتوش وقف معاك ما ينفعش اصلا، لان كل اسرة وكل قبيلة وكل نجع في جنة بيدفع ثمن الشابو. حصل بسبب المخدرات عموما. تقول لي فانا حتى لما بهاجم محمد جبران في البلد عنده في شابو، في تجار شابو، لازم يدخل يحط ايده معانا في مواجهة الظاهرة دي. ده راجل وزير في الدولة، فلازم انتقده زي ما بنتقد النواب، زي ما بنتقد اي حد ليه دور اجتماعي في جنة ما وقفش في مواجهة ظاهرة الشابو. ما ينفعش اصلا نعتمد. ما اعتبروش انت بتناقض كل النواب. في سؤال مهم جدا. في 13 فرد او 15 فرد تم تصفيتهم كان بسببك. عندك علم بالقصه دي ولا ما عندكش علم؟ طبعا عنده ملفي. في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. على فكرة أن الأساس أصلا في المنصة شارع القناة أساس أصلا يعني يوم أنشئت بسبب الملف ده. أنت فاكر إن أنا فاضي جو الجنة يعني؟ وده السؤال الأهم، بتجيب وقت منين؟ أنت أنا لا أسمعه يعني واحد في مجال الإعلام، بشوفك بسم الله ما شاء الله أنت ليك منصب كبير جدا في بعض المواقع وبعض المستشار إعلامي في داخل مصر وخارج مصر، أنت بتجيب وقت إزاي لجنة؟ بص يا سيدي، أنا بصحى 5 الفجر. الجنة بتاخد لها مني الصبح أول ما بصحى، تاخد لها مني ساعة ونص ساعتين. حلو. لحد الساعة 8 بكتب بعض الحاجات اللي جاية. في فريق شغال معايا، فريق محترف يعني. الفريق ده كله بيجهز لي من بالليل الحاجات المهمة. حلو. وبيحطها لي على الجروب. جميل. بشوف القضايا اللي محتاج اكتبها انا بنفسي بكتبها او اعدل عليها بعض التعديلات واحولها لهم تاني. ولحد الساعة 8 خلاص بشوف اشتغل طحن. شوف حياتي التانية، بشوف شغلي التاني يعني.
لكن هم الساعتين بتوع الصبح. احيانا تجي يعني ايه ممكن بالنهار بريك معين ببص على الجروب، لو لقيت في حاجه محتاج اتدخل فيها بتدخل. لكن انا معي جروب محترف، يعني معي مجموعه محترفه في الشارع القناعي. يعني انت بتكتب اللي انت شايفه صح. مش كل حاجه بعملها. الشارع القناعي انا يعني فرد فيها، لكن في فريق يستحق دايما تقدير الناس. الجنود المجهوله دايما. لا هم في يعني للاسف هم برضه ما بيخافوا يظهروا لانهم بالذات في معركه الشاب. انما لا، انا في فريق محترم معايا، احنا معانا فريق محترم، فريق احترافي، فريق اللي بيشتغل في منصه الشارع القنائي مؤهل مهنيا انه يشتغل في الجزيره ويشتغل في البي بي سي. كل الشكر ليهم طبعا. هو ليه المجتمع بيثق فيها؟ المجتمع بيثق فيها لاكثر من سبب. السبب الاول انه بيثق فيها. المجتمع القنائي بيبعت لي تفاصيل وهو متيقن تماما اني عمري ما هعلن عن اسمه، وانه ده بيرتبط بميثاق الشرف الصحفي. المجتمع القنائي بيبعت لي لاني عارف ان انا بتبنى مشكلته باحترافيه، واني بسعى لحلها، واني ما بسكتش غير لما تتحل. جميل. خليني بس اخطفك شويه. رسالتك لمحافظ جنة، ودي حاجه مهمه جدا. او ايه رايك في مبدئيا في المحافظ جنة حاليا دكتور عبد الحليم؟ دكتور خالد عبد الحليم يعني حد مؤدب جدا ومحترم، مهني جدا، لكن وقته للمحافظه قليل حقيقه يعني. طب ايه رساله توجهها له؟ انه يدي وقت اكتر للمحافظه، وطبعا لانه هو محترف، هو حد محترف، فهو يعني عنده تكليفات تانية غير المحافظه. فالتكليفات دي احيانا انا بجد انها بتشغله عن دوره في المحافظه. النائب حازم عمر مثقف، مجتهد، يا اخي انا حازم عمر يستحق، يعني هو نائب بالفعل، نائب الناس، مش نائب المحافظ، هو نائب الناس الغلابه. حازم عمر ومحب جدا الناس، يعني الشباب اكتر بيها. يعني بص، يعني انا بختلف معاه كتير، بس هو بالفعل نائب الناس الغلابه، هو مش نائب المحافظ. جميل خالص. عبده مغرب مين قدوته؟ مش عارف والله، سؤال صعب جدا. انا قدوتي عبده مغربي. مين صديقك المفضل؟ في جنة ولا بره جنة؟ اي مكان. لا، ليه صداقات كتير بره مصر. دي ناس كتير بتتهم تقول لك اصلا ملوش عزيز، يعني ممكن يكون قاعد مع ابراهيم ثاني يوم يكتب. لا مش ماليش عزيز. يعني هو انا مش ماليش عزيز. لا انا مثلا بيكون يعني بفضل دايما مهنتي عن علاقتي بالنواب او علاقتي بالمسؤولين. المهنه هي الاساس، بعد كده يجي المسؤول او يجي النائب او يجي اي حد. حتى زمان هديك مثلا مواقع حصلت معايا سنه 2003 مع الفريق احمد شفيق. كنت ساعتها مدير مكتب جريدة الصوت والأمة في مطار القاهرة. فكان بيعاتبني بيقول لي: يا ده انا بحبك، يعني راعي ان انا بحبك. قلت له: انا في الاساس راعي مهنتي، لانه من غير مهنتي ما كنتش حابب صاحبك. فده قاعدة عندي، الاساس هو الاعتبارات المهنية، وبعد كده تيجي علاقتي بالناس. مش فارق يعني لو اي علاقتي مع اي مسؤول تعارضت مع علاقتي بمهنتي، حفضل علاقتي بمهنتي عن اي مسؤول. طيب لو علاقتي بقرايبي تعارضت مع علاقتي بمهنتي، حفضل علاقتي بمهنتي عن علاقتي بقرايبي. دي قاعدة. شغلك رقم واحد من الاخر. مش شغلي، شغلك المهني هو مرتبط بشغلك. مهنتي اكتر منها شغل. المهنة نفسها اللي هي قيم واكواد ومعايير المهنة نفسها، مش الشغل. ما انا بشتغل عندي شغل حلو خالص. انا يعني مهما اتكلمنا احنا هناخد وقت كبير جدا، بس انا محتاج اعرف عبده مغربي احلامه ايه؟ ومش هدور لك اكتر من كده، ده اعتبره اخر سؤال. انا طولت عليك جامد، اطول حلقه صورتها. لا انا في الاخر يعني في نهاية حياتي ان شاء الله هتلاقيني خدت عزلة من الناس. يعني هتلاقيني في اخر، يعني انا حلمي الاخير في حياتي ان اعيش في منطقة معتزلة عن البشر، اعيش لوحدي يعني كده بعيد من الناس خالص. تحب تقول لي ايه لاهل جنة؟ المعركة الرئيسية لأهل جنة أنهم يتخلصوا من الشابو. لو ما تخلصناش من الشابو، لو ما تخلصناش من المخدر ده، ما فيش ولا حاجة تانية هتنفع في المجتمع. لا هيحصل فيه تعليم، ولا هيحصل فيه صحة،
ولا هيحصل فيه قيم. الشاب بيهدد القيم، بيهدد العلاقات الاجتماعية، بيهدد التعليم، بيهدد الصحة، بيهدد أمن وسلامة المجتمع. فالمعركة الرئيسية لأهل قنا هي أنهم جميعا يتعاونوا مع بعضهم، يتعاونوا معنا، ويتعاونوا مع الأمن في القضاء على هذه الظاهرة. لو أخوك، لو ابن عمك، لو أبوك، لو ابنك شغال في الشاب وبيبيع، بلغ عنه، بلغ عنه، بلغ عنه. يا جماعه انا سعداء جدا باللقاء معاك يا استاذ عبد، والله سعيد جدا والله بالحوار، واتمنى بس ما يكونش الحوار يعني في اي زعل، لان انا برد حوار هادي جدا يعني والله يعني حوار هادي جدا يعني. زي ما شفت يا جماعه الصحفي الجميل عبده مغربي اللي دايما الناس عايزه تعرفه وتشوفه، ويعتبر احنا اول لقاء فعلا لايف وفيديو يكون معانا. فاحنا سعداء جدا بيك يا استاذ عبده، وان شاء الله نتمنى لك حياه اجمل وبالتوفيق دايما ومزيد ان شاء الله. شكرا لكم يا جماعه، انتظرونا ان شاء الله في لقاء جديد في بودكاست خبره مع النبي. الى اللقاء في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. هذا البرنامج برعاية